السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفاتي. اليوم إن شاء الله عندي لكم اقتراح لوجبة فطور رمضانية أو للعشاء أو للغداء، وجبة اللي صحية متوازنة. المكون ديال هذه الوصفة هو السمك، غادي نحضرو معكم في الفرن بواحد التتبيلة رائعة سهلة وبسيطة، والسمك كيبقى في المذاق ديالو. غادي نرافقو بخضر صحية متنوعة، غادي نحضرهم حتى هما كذلك بطريقة مغايرة على المعتاد بواحد التتبيلة رائعة. نتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم، ونخليكم مع المكونات وكيفيه التحضير. ونبداو على بركه الله. كما سبق لي قلت لكم الوصفه ديال اليوم غادي تكون سمك. انا هنا عندي واحد الكميه ديال السمك القرش اولا القرص كيف ما كيقولوا ليه بالدارجه. المهم هنايا عندي واحد الكميه، كيمكن لكم تستعملوا اي سمك عندكم، يعني سمك ابيض الحوت اللي بغيتوه كتقدروا تستعملوا. المهم اي سمك عندكم متوفر كتستعملوه هكا دي فيلي. من الاحسن تكون نوعيه جيده هكا، واللي ما متوفرش عنده طبعا غادي يستعمل اللي متوجد عنده. المهم انا خديت هكايا الطريفات درتهم هكايا على شكل فيلي. صافي هنا غادي نحتاجوا واحد الشرائح ديال الحامض اولا الليمون الحامض. غنحتاجوا الثوم. هنا بالنسبه للتوابل غنحتاجوا شويه ديال الكمون، شويه الابزار، وشويه ديال القزبر هكايا مطحون، وشويه ديال اليازير مطحون. صافي هادو هما التوابل اللي غنحتاجوا. واحد الكميه ديال القزبر ومعدنوس، وهنايا عصير نص حامضه. انا غنبدا الشرموله ديال هاد الحوت. غادي ندير التوابل اللي عندي اللي سبق لي ذكرت معكم. غندير واحد الكميه ديال الثوم حساب واحد 3 الفصوص هكاك، واحد المعلقه كبيره اولا جوج ديال القزبر ومعدنوس، عصير الحامض، عصير نص حامضه، واحد الكميه ديال زيت الزيتون، شويه ديال المليحه. صافي هذه هي الشرموله. يعني ما نكثروش فيه قوت القوام. بحال هذا الحوت هذا ما كيبغيش القوام بزاف، الا كثرت فيه القوام صافي المذاق ديالو ما كيبقاش باين، داك القوام كيغلبوا على المذاق ديالو. صافي هنايا بعد ما شرملته غادي نخليه هكا يتشرب ليا ديك العطريه ويدخلوا فيه دوك القوام. غادي نخليه على جنب، وهنايا غادي ندوز نحضر الخضر اللي غادي نرافق لهذا الطبق. هنايا كما كتشوفوا عندي اللوبيا اللي درتها كتسلق هكا مع شويه الماء والملح، كذلك الفول حتى هو درته كيتسلق مع شويه الماء والملح. وهنايا عندي الهليون اولا السكوم، هو معروف بالسكوم، حتى هو غادي نقيه وغنقطعوه هكا طريفات بحال شكل على شكل اللوبيا، وغنديرو حتى هو يتسلق مع في الماء وشويه مليحه. صافي غادي نخليهم يتسلقوا. هنا رجعت الطبق ديالي. انا داك السمك غادي نفرش ليه هادو العويدات ديال القزبر، ماشي المعدنوس، ديال القزبر كنفرشهم هكايا. درت شويه زيت الزيتون صافي، وكنحط داك الحوت يعني داك السمك كتحطوه، وزز عليه هكا واحد الشرائح رقيقه ديال الليمون الحامض، وصافي كيكون هذا هو الطبق. راه كتدخلوه للفرن ما كياخذش بزاف طياب، من 10 دقائق حتى ربع ساعه، خاص الفرن يكون ساخن. هنايا عندي بطاطا صغيره اللي غسلتها مزيان، ضروري تغسلوها مزيان وسلقتها بالقشره ديالها، يعني غير قطعتها هكا على جوج وسلقتها بالقشره ديالها. غندير لها حتى هي واحد التتبيله وغندخلها الفرن، كتجي رائعه. جربوا، انا متاكده الا جربتوها غتعجبكم، بالاخص في هذا الشهر الفضيل ان شاء الله. عندي لها هنا شويه التحميره، شويه الكمون، شويه القزبر حبوب، وشويه اليازير، وشويه ديال الابزار. غنرش هاد العطريه كامله هكا على هذا الشكل على البطاطا بعد ما تسلقات، كنأكد انها راه مسلوقه. صافي ضفت هنايا شويه القزبر ومعدنوس اولا غير شويه المعدنوس وشويه زيت الزيتون، وكتحاولوا تخلطوا هكا، تدخلوا فيها هذيك العطريه وكتدخلوها للفرن. يعني اللي كيكون شاعل من التحت ومن الفوق على 180 حتى ل 200 بالفرفاره طبعا، ولا عند الفرن عادي كتشعلوا درجه حراره متوسطه. صافي كيما شفتوا دخلتها الفرن. هنا عندي بصيله خضاريه اللي خليتها حتى تشحر طاحت. هاد البصله هي اللي غنشحر بها هذوك الخضر. ضفت على كل بقيله شويه القزبر ومعدنوس وشويه الثوم، وحده ضفت فيها هذاك الفول، وحده ضفت فيها هذاك اللوبيا. غادي نزيد شويه ديال الكمون كذلك، وشويه زيت الزيتون الا شفتوا ان الزيت ناقص. صافي وكتبقاو تحركوا هكا على هذا الشكل حتى كتشحر لكم هاد الخضيره ديالكم مزيان وكطيح. بنفس الطريقه وفي نفس المقله غادي ندير هنا شويه الزبده بالنسبه لهداك السكوم اولا الهليون. ما غنديرش الزيت، غير شويه ديال الزبده، ما كديروا العطريه لا والو. صافي وكتحاولوا تشوحوه اولا تحركوا غير هكا بشويه بالمهل باش ما يتهرش لكم هكا بزاف. وهنايا عندي بطاطا مسلوقه اللي سلقتها بالقشره ديالها. جربوا بهذه الطريقه، انا متاكده غادي تعجبكم. من الاحسن بطاطا ما تسلقوهاش منقيه هكايا. درت عليها شويه ديال الكمون، شويه زيت الزيتون، شويه القزبر ومعدنوس، صافي وخلطتها هكا، وهنايا كتكون واجده. وبالنسبه لهاد الخضر طبعا اختياريه، الا بغيتو تنوعوا باشكال اخرى ديال الخضر كيبقى لكم الاختيار. هنايا شوفوا معايا ديك البطاطا اللي دخلت الفرن، كتجي رائعه ولذيذه لذيذه بزاف. غادي نتحماقوا عليها الا جربتوها بهذه الطريقه. وكما شفتوا معايا انا خليتها بالقشره ديالها، اهم حاجه انها تكون مغسوله مزيان من قبل. ولا جربتها وعجباتكم خليوها ليا في التعاليق. وها هو السمك ديالي بعد ما طاب حتى هو كيجي لذيذ لذيذ، طيب بطريقه صحيه بدون قلي ولا كثره زيوت، والمذاق كيجي خطير حتى هو لذيذ بزاف. جربوا هاد الطريقه، انا متاكده غادي تولي معتمده عندكم. وديما السمك هكا الابيض ما تكثروش ليه التوابل باش كيبقى في المذاق ديالو
وكذلك ما كيبغيش طياب بزاف فوق القياس، غير 10 حتى ل 15 دقيقه كتكون كافيه. وبالنسبه للطبق ديالنا ها هو واجد. المهم انا قدمته بهذه الطريقه. كيبقى لكم الاختيار في طريقه التقديم، سواء طبق فردي او لا طبق يعني عائلي. وصافي كتكون هذه هو الوصفه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. جربوها، انا متاكده غادي تعجبكم. اعتمدوها هكا من الوصفات الرمضانيه، كتبقى وصفه صحيه مغذيه ومتنوعه. وكنصيحه ديما هكا نحاولوا ما امكن اننا ندخلوا الخضر الاطباق ديالنا، ونبعدوا على كثره المعسلات والسكريات باش نستافدوا من الصيام. المهم هذا كان هو الطبق ديالي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وكيف العاده عجبكم الاقتراح ديال اليوم، ما تنساوش تبارطاجيو مع كاع الناس باش كلشي يستافد. ونتلاقاو في فيديو خالي مع وصفه جديده. خليتكم في امان الله، مع السلامه.